خاصة عندهم. مستمرين مع حضرتك كابتن ابراهيم، ولكن خلينا نذهب سريعا الى ملعب المباراة استاد الاسكندرية وزميلنا حسن توفيق ومعه الكابتن محمد سمير لاعب الاتحاد السكندري. اتفضل يا حسن. من الاسكندريه الجميله صديقي طارق ساده والكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن مدحت عبد الهادي والكابتن محمد سمير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ربنا يخليك. كابتن محمد، انت النهارده مش بتلعب ليه؟ لا مفيش، انا عندي اصابه كده من بعد ماتش سموحه، فمش موجود من ماتش الاهلي وده تاني ماتش يعني. شفت الشوط الاول ازاي، وخاصه نادي الاتحاد اللي انت بتنتمي له؟ لا مفيش، انا اعتقد ان احنا نادي الانبي جايين عارفين ان هم الحمد لله بيلعبوا فرقه كويسه. طبعا نتائجنا الحمد لله الفتره اللي فاتت يمكن ماشيين بصوره كويسه عكس السنين اللي فاتت لنادي الاتحاد. يعني يمكن هم بيلعبونا بدأوا معانا بالزون شويه، يعني الماتش كان تقريبا الشوط الاول يعني مش سجال، شويه احنا بنهاجم شويه هم بيهاجموا، ما كانش في كور خطره باستثناء مثلا الجول اللي احنا جبناه ما اعرفش هو اوفسايد ولا مش باين من عندنا هنا. يعني نتمنى، اعتقد الخواجه هيبقى في تغييرات وهيبقى في شكل تاني الشوط الثاني، لان احنا ان شاء الله عايزين نكسب والثلاث نقط مهمين ان شاء الله في مسيرتنا باذن الله. كابتن محمد، ايه الخلطه السحريه اللي عملها دينيز لافاني السنه دي واحنا شايفين الاتحاد من سنوات مش بهذا المستوى؟ بص، احنا برضه لازم ندي الكابتن طلعت يوسف حقه. يعني كابتن طلعت يوسف اللعيبه كلها هو ليه دور كبير ان هي تبقى موجوده السنه دي في نادي الاتحاد. زي ما انت بتقول نادي الاتحاد السنه اللي فاتت ما كانش في وضعه خالص، نادي الاتحاد اسم كبير والجماهير كبيره طبعا زي ما الناس كلها عارفه. اللعيبه كلها السنه دي جايه بطموح تاني خالص، ان هي تحط نادي الاتحاد في مكانته وان هي ترجع اسم تاني لنادي الاتحاد في الكره المصريه بقوه. واعتقد الحمد لله ماشيين بخطى ثابته وماشيين بشكل كويس الفتره اللي فاتت. الماتشات كلها بننزل عشان نكسب، 3 نقط بالنسبه لنا مهمين سواء بره ملعبنا او جوه ملعبنا. ان شاء الله نركز بس الماتش النهارده، 3 نقط مهمين جدا هيفرقوا معانا، وان شاء الله نفنش الماتش اللي جاي ونبقى مفنشين الدور الاول ان شاء الله بمركز كويس باذن الله يليق بنادي الاتحاد ان شاء الله. كابتن سريعا كده، دينيز هيعمل ايه دلوقتي في اوضه الملابس وممكن مين اللي هيغير؟ بص، انا اعتقد ان هو يعني هيشد شويه على اللعيبه عشان يعني الى حد ما زي ما بقول لك 3 نقط مهمين. احنا مسيطرين خلال الشوط الاول، يعني على اغلب الشوط الاول 3 نقط مهمين جدا هيفرقوا معانا جدا، بالذات انبي يعني قريبين مننا شويه في البناط، فاعتقد ان هو ممكن يعنف اللعيبه شويه عشان ينزلوا، يعني يبقى عندنا حافز اكبر وعندنا يعني عزيمه اكبر ان احنا نكسب الماتش النهارده. وعندنا دكه اللعيبه كلها ما شاء الله كويسه، يعني عندنا تغييرات كثيره ممكن مستر لافاني يغير، عنده في كمال علي وفي صديق وفي بنزيما وحمدي، يعني مش عايز انسى حد. اللعيبه كلها تقدر تنزل تغير المباراه ان شاء الله، اللي ينزل يبقى موفق واللعيبه تبقى موفقه الشوط الثاني زي ما بقول لك نطلع ب3 نقط. امين يا رب. شكرا كابتن، الف شكر. ربنا يخليك. زملائي بالاستوديو، عايز اقول من اسعده الحظ مثلي امس وكان بالقرب من بليه يعرف ان كره القدم اصبحت صناعه، يعرف ان كره القدم اصبحت نجوميه والنجوميه عطاء. بليه وصل مصر وراح ملجأ للايتام وناس كتير ما تعرفش الكلام دوت. والان عوده سريعه لمتعه التحليل ولكن فقط في استاد النيل. شكرا للزميل حسن توفيق من استاد اسكندريه. ولقاء الاتحاد السكندري وانبي وكابتن ابراهيم كنا بنتكلم مع حرس استاد الاسكندريه مع زميلنا حسن توفيق ومعه شرويده احمد شرويده صاحب الهدفين صانع الفرح النهارده للسكندريين. اتفضل يا حسن. شكرا لكم زملائي بالاستوديو. عريس اليوم احمد شرويده، هدفين المباراه، الف مبروك ليك والف مبروك على هذا المستوى. الحمد لله على اداء النهارده، وبنبص على الضيوف النهارده في الاستديو، والحمد لله على اداء النهارده. الفرقه كانت رجاله والحمد لله على المكسب النهارده. احنا كنا مركزين من بعد ماتش الاهلي، هنا نركز في ماتش انبي عشان نخش في اللعبه، وعايزين ناخد مركز كويس السنه دي عشان نفرح جمهور نادي الاتحاد. وبعدين عشان ماتش الجونه الاخير، ماتش الجونه نركز من النهارده على ماتش الجونه عشان ان شاء الله ناخد مركز كويس ان شاء الله باذن الله السنه دي. شرويده ما شاء الله انت فاهم من اول المباراه واهداف وبتضيع، قول لي النهارده سر التالق الغير عادي. والله الحمد لله النهارده انا كنت واخد على نفسي ان انا عايز اجيب جول النهارده عشان الحمد لله بقالي من بعد ماتش المحله انا ماشي كويس الحمد لله. كنت شرويده حسن يا توفيق، قناه النيل مصريه 100%. كابتن ايمن سعيد اهلا بيك لو سمحت. كابتن ايمن سعيد اهلا بيك والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. طبعا الحمد لله طبعا على المكسب الجميل دوت كنا محتاجينه. بحمد ربنا طبعا احنا كنا رجاله النهارده الحمد لله. يعني النهارده ما شاء الله تألق وتفوق من بدايه المباراه. قول لي السر النهارده ان الاتحاد السكندري
زايد شويه عن عادته وافضل شويه كمان. لا هو الاتحاد السكندري على طول بس عايز روح بس، واحنا الحمد لله يعني من اول السنه بنلعب بروح وبنلعب السنه دي بنلعب عايزين نعمل انجاز كويس قوي لنادي الاتحاد، لان النادي والجماهير دي تستحق اكتر من كده. يعني قول لي سر الخلطه السحريه اللي عملها ديفيز لافاني ويعني وهو يعني ايه اللي عمله معاكم السنه دي مختلف عن 10 سنين اللي فاتوا؟ هو مفيش حاجه، هو في روح بس ومجموعه لعيبه من احسن لعيبه في مصر طبعا. بالنسبه للنادي لعيبه كويسه، لعيبه محترمه، لعيبه عندها جديه، عندها روح، عندها اخلاص في الملعب، ومسانده الجماهير طبعا معانا في التمارين طبعا، والنادي والاداره طبعا الحمد لله. يعني عايز اقول بقى يعني مباراتكم القادمه مع مين ومستعدين لها ازاي؟ الجونه ان شاء الله هنا في اسكندريه ان شاء الله باذن الله، ومستعدين لها برضو الجونه زي الفرقه ديت ان شاء الله، وناخد 3 بونت باذن الله. جماهير اسكندريه فرحانه النهارده وفرحتوها النهارده، عايزين يغنوا لكم اغنيه ان شاء الله باذن الله احنا عايزين نفرحكم. مدد 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 الاتحاد سيدي مدد 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 الاتحاد سيدي احنا اصحاب البلد، الاتحاد اصحاب البلد. اعزائي بالاستوديو واعزائي المشاهدين، والان عوده سريعه لمتعه التحليل ولكن فقط في استاد النيل. شكرا للزميل حسن توفيق. ودي فرحة السكندريين ومتعة اللي بيلعب لنادي شعبي، متعة اللي بيمتع جماهير، والمتعة في إسعاد الجماهير، والمتعة في الإهات والصيحات بالمدرجات يا كابتن طبعا إبراهيم. المباريات بلا جمهور الحقيقه مشكله الحقيقه.